بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في الحكاية بالبلد. ظهر الفنان محمد رمضان في صورة مع لارا ترامب. هما بيسلموا على بعض، وكتب محمد رمضان على صفحته إن لارا ترامب كانت مستضيفاه في البيت الأبيض لأنه نجم مصري وعربي وأفريقي. ولكن بعض الجماهير بيشككوا في سلوكه وأفعال محمد رمضان، فبحثوا في الموضوع وعرفوا إن لارا ترامب عندها جمعية خيرية لإنقاذ الكلب وبتجمع تبرعات للجمعية. كانت عاملة حفلة في الجمعية لجمع التبرعات. يدخل الحفل 1000 دولار، وللصورة مع لارا ترامب 3500 دولار. فمحمد رمضان ظهر في الصورة مع لارا ترامب، فالجمهور يرد على محمد رمضان ويقول له: تدافع 250 مليون جنيه عشان تتصور مع لارا ترامب. فرد محمد رمضان على التعليقات اللي بتقول الكلام ده، وتحدث وقال: لارا ترامب من المتابعين عندي، هي صديقة لي، أهم شيء الاشتراك في القناة واللايك. معلومة على الماشي: لارا ترامب زوجة ابن ترامب وليست بنت ترامب. وانتم من رأيكم محمد رمضان صادق ولا كذاب؟ يا ريت تردوا علينا في التعليقات، وما تنسوش تشوفوا حلقاتنا اللي فاتت وحلقاتنا اللي جاية. وشكرا على المتابعة.